الله تعالى كيقول لا يفلح الساحر حيث أتى. بغيت قصتي تكون عبرة لبزاف د الناس اللي ما كيخافوش الله. معكم إيمان بنت أكادير. كبرت في أسرة محافظة، أنا الكبيرة في خوتي. حنا ما شاء الله 4 ديال الخوت، 2 بنات و2 ولاد، وأنا الكبيرة فيهم. خدامة في معمل ديال الخياطة، وخدامة معايا صاحبتي، وفي نفس الوقت بنت جيراننا. انا وياها كنا ما كنتفرقوش بزاف، حتى من الليل مره كنت كنبات عندها مره كتبات معايا. ونهار الحد اللي كنا كنجلسوا كنا كنتلاقاو، الصباح كنمشيو للحمام وفي العشيه كنا كنخرجوا. كانوا عندنا نفس الافكار ونفس الاحلام، كنا كنتشابهوا بزاف بحكم كنا قراب بعضياتنا في السن. ومنين كنمشيو للخدمه كانت هي اللي كتوصلني، حيت عندها موطور وحكم الخدمه كانت بعيده بزاف. المهم حياتنا كانت عادية، كنشكيو على بعضياتنا وكنفرحوا لبعضياتنا. واحد النهار جا واحد الشاف جديد للخدمة، كان كيتعامل معنا حنا البنات مزيان وبالخصوص انا، وكان كلشي كيلاحظها وكيقولها ليا. كنت كنقول مع راسي ربما غير حيت كنخدم معقولة وكنت كارم بزاف ما كانتش فيا الهضره. المهم واحد النهار خارجين في حالنا وجا عندي الشاف قال لي ايمان بغيت نهضر معاك. قلت له مرحبا. قال لي ماشي هنايا، غادي تسنيني حدا الباب ديال الخدمه، ضروري بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع بيني وبينكم تخلات. قلت ياك ماشي حد شكا مني ولا شي حاجه. وانا نقولها الليله، قلت لها عافاك تسنيني باش توصليني معاك، راه الشاف بغى يهضر معايا في شي موضوع ما عرفتش شنو. المهم خرجت بقيت كنتسنى حدا الباب حتى جا عندي وهو يقول لي يا ايمان بغيت نهضر معاك. صراحه كتباني لي انسانه معقوله وانسانه هادئه وكتباني لي حشوميه، وانتي هي المراه اللي كنقلب عليها، وانا باغي الزواج. ما بغيتك لا تخرجي معايا لا القهاوي لا الطبلاصه، انا بغيت نتزوج بك على سنه الله ورسوله. بيني وبينكم تفاجأت، ما عرفتش باش نجاوب. ويقول لي حسيت بك تفاجأتي. المهم ما ترديش عليا دابا، سيري وفكري ومن بعد جاوبيني. صافي هو يمشي في حاله. مشيت عند ليلى لقيتها كتسناني. قلت لها عرفتي اش بغا الشاف؟ قالت لي تلقينا شوقتيني شنو باك؟ قلت لها الشاف عرض عليا الزواج، تيقيني ولا ما تيقيش؟ وهي تزيد كضحك، وحسيت بالضحكه ديالها ضحكه استهزاء. قالت لي شكون انت اللي الشاف كامل بغى يشوف جهتك؟ هذاك باغي غير غرضو، يقضي غرضو غيزيد. ما بانوا ليه كاع البنات، بنتي لي غير انتي. وانا نقول لها زعما؟ قالت لي واشنو طوق قضي، راه الوقت ولات صعيبه. المهم الطريق كامله وحنا كنهضروا على هذا الموضوع، وحسيت بها بحال الا ما بغاتش يهضر معايا. مشيت للدار وتوضيت وصليت 2 ركعات وانا نفتح ماما في الهضره. الوالده ديالي فرحت ليا بزاف وقالت لي بنتي اللي فيها خير الله يسخرها لك. المهم الغد اللي جيت للخدمه وما قدرتش الصراحه نشوف فيه، حشمت من الموضوع اللي جبد معايا، وفي نفس الوقت كدور هضرت ليلى في دماغي. المهم دازت واحد يومين ويقول لي اندرا فكرتي؟ قلت لي صراحه دابا ما كنفكرش في الزواج. قال لي ماشي مشكل، هتفكري في الزواج انا معك، نجي نخطبك من داركم حتى وكان تفكري في الزواج وانا معك. ومن خلال هضرته حسيت به انسان معقول وتيبان لي الله يعمر هضر. واحد النهار عرض عليا ومشينا لواحد القهوه، هو يبدا كيعاود لي على حياته وبديت حتى انا كنعاود ليه على حياتي. المهم حسيت به انه انسان محترم فعلا. دازت شهر باش عرض عليا الزواج وجا خطبني من دارنا، جاب والدي وجا خطبني. وعرضت على ليلى وعرضت على شي بنات صحاباتي ودازت الخطبه زوينه وكنت فرحانه بزاف. وقررنا موراها بواحد 15 يوم غادي نتزوجوا، وكان شرط عليا انني نجلس من الخدمه. قال لي ما كاينش لاش تضربي تماره. صافي وافقت بحكم حتى انا صراحه عييت وبغيت نتسارح. المهم كنت فرحانه بزاف وحتى والدي ارتاحوا ليه. في هذيك الفتره ديال 15 يوم كنا كنطلعوا الوراق. الحمد لله كل هالامور تيسرات لينا حتى وصل نهار العرس. كنت فرحانه ما قدتني فرحه. درت حفله بسيطه وعرضت فيها على العائله وعرضت على صحاباتي. المهم كاع الناس جاو وحتى صاحبتي ليلى
اكيد جات، ولكن ما جلساتش بزاف. قالت لي ايمان غنمشي، راه عندنا الضياف وماما خليتها غارقه بوحدها في الروينه. جيت غير نقول لك مبروك وغنمشي، ولكن راه جبت لك واحد الكادو وعديني عمرك ما تحيديه. جبدت لي سلسله وداتها ليا في عنقي ومشات. ما نكذبش عليكم، من داك النهار ديال عرسي حياتي تقلبات راسا على عقب. قوت ديك المحبه اللي كنت كنحب هذاك الانسان وكنت كنحترمه، ما بقيتش كنحمله، وليت ما باقيش حامله نشوفه. حياتي ترونات، ما بقيت فاهمه والو. فاش بغاو يلبسوني اللبسه الاخرى رفضت، قلت لهم صافي بارك عليا عييت. بديت كنحس بشي حوايج غراب، بديت كنحس بحال النمل طالع عليا مع ذاتي والسخونيه طالعه عليا مع راسي. كملنا العرس، جا بغا يديني للدار، ما بغيش نمشي، بقيت هي كنغوت. قلت ليه ما غاديش معاك، خليني هنا مع دارنا. هو ما فهم والو، قال لي كيفاش ما غاديش معايا؟ قلت ليه كما كتسمع ما غاديش معاك. ومنين بداو كيبززوا عليا انني نمشي بديت كنغوت، طلقتها غوته ما بقاش بغيت نسكت. ماما مسكينه كتهدن فيا، خوتي كيهدنوا فيا، العائله كلشي كيهدن فيا، كلشي ساق الخبار. بداو كيطلقوا البخور، طلقوا ليها البخور، ياك ماشي حاجه، ياك ماشي حد دار ليها شي حاجه، ياك ما. المهم هذاك الانسان ما بقاش حملت نشوف فيه. عامين ديال الزواج دازت كلها معاناه، مرضت في صحتي، شعري طاح، حتى من سناني مشاو. كنت كنحيد سنه تبع سنه، درسه تبع درسه، دباليت وضعافيت وطلعت لي الزروقيه مع وجهي. ما بقيت لا كنعس لا بالليل لا بالنهار، فين ما كيجي هو للدار كنبقى نغوت. وليت ما انا من المزوجات، ما انا من المطلقات، ما انا من العزبات. المهم ما بقاش حملته، ما بقاش حملت نشوف فيه ولا نسمع حتى صوته ولا نسمع حتى سميته. منين دارنا كيجلسوا ويهضروا معايا ويبززوا عليا باش نمشي، كنبقى نغوت وكنتخاصم معاهم وكنسد عليا الباب. كان فين ما جا كيبغي يشوفني كنت كنسد عليا الباب، ولا بززوا عليا شي حاجه ما بغيتهاش كنت كنغوت. المهم كان داكشي ماشي لخاطري. المهم عاودت لشي صحاباتي جاو عندي وعاودت لهم، قالوا لي عرفتي غادي ديري؟ غادي نديوك عند واحد الشوافه وهي غادي تقول لك اش عندك. المهم هما خرجوا ومشاو في حالهم، وخرجت وشديت واحد الطواله وقلت غادي ننهي هاد الحياه، غادي نمشي نتعرض لشي طوموبيل ولا شي كاميو ولا شي حاجه. المهم تهنى. شد هذيك الطريق وانا غاديه ما عرفتش راسي فين غاديه. كيصوني ليا في التليفون ما كنجاوبوش، كيصوني ما كنجاوبوش. واحد شويه بدا كيكثر عليا في الصونيت، بديت كنقطع عليه. المهم شديت واحد الطواله وما عرفتش راسي فين غاديه، كنقول غادي نتعرض اللي جا قدامي. واحد شويه كنسمع الله اكبر، كانت صلاه العصر. دخلت لواحد الجامع ودخلت باش نصلي، ولقيت بعض الاخوات كانوا دايرين محاربه الاميه. صليت العصر وجلست حداهم وانا نقول لهم الله يجازيكم بخير، الا ما دعيو معايا راه ربي اللي عالم عليا، وراني في واحد الضيق ما كيعلمو غير الله سبحانه وتعالى. المهم هزوا كفوفهم الله ودعوا معايا وقالوا لي باللي هذا المسجد كيعاودوا الاصلاح ديالو، وباللي لا بغيت نساهم معاهم في شي حاجه. قلت لهم مرحبا ماشي مشكل. قلبت بصدامي لقيت ما عندي حتى حاجه وانا نحيد هذيك السلسله، حيدتها وعطيتها لهم. قالت لي هذيك السيده لا واش ذهب؟ قلت لها ذهب. قالت لي لا ما يمكنش نشدو، حنا بغيناكي تعاوني معنا غير بمبلغ بسيط. قلت لها شوفي انا حياتي تخربات، انا بقات يبان لي لا ذهب لا حياه لا والو. انا حاجه وحده اللي بغيتكم هي تدعوا معايا، تكون دعوه من القلب. حطيتهم هذيك السلسله وفاش حيدتها حسيت بحال حيدت شي حمل ثقيل على كتافي، وخرجت مع داك باب الجامع. مشيت لقيت راجلي كيتسناني حدا الدار. فاش شفتو جاني بحال اول مره غنشوفو، جاني راسي في شي شكل بحال اول مره غنشوفو، عامين ما كانش كيبان ليا. المهم هضرت معاه
وعطيتو شويه ديال الوقت، واخا باقي راه كنحس براسي ما باغاش نهضر معاه، وفي نفس الوقت بحال توحشتو. كانت عندي مشاعر مخربقه، ما كنتش عارفه اشنو واقع. دازت واحد المده ديال 3 ايام، حسيت براسي انني بغيت راجلي وبغيت نجي لداري. الحمد لله بديت كنحس بالحياه كتعاود تحيا. ديك الظلام اللي كنت كنعيش بحال صدر ربي بدا كيفرج عليا. وانا نقول والله عرفت واش غندير، غادي نمشي لهداك الجامع ونشوف الا لقيت هذوك الاخوات نشكرهم، ربما بالفضل ديال الله ثم الدعاء اللي دعوا معايا ربي فرج عليا. فعلا فاش مشيت لقيتهم كيشافوني جاو عندي كيتجراو بحال الا كانوا كيتسناوني. الله اختي الله، فين كنتي؟ مالكي ما عاودتي رجعتي؟ قلت لهم لا، غير ما جيتش وصافي، ولكن انا راه جيت بغيت نشكركم، ربما وحده فيكم دعات معايا شي دعوه من قلبها وربي راه استجب. وتقول لي كي كنتي عايشه وكي كان حياتك؟ قلت لهم كانت حياتي ظلام. وتقول لي وحده واش عرفتي اختي اش لقينا في هذيك السلسله؟ راه دينا على واحد الذهبي عبرها، ومنين حلها لقى فيها واحد الكويره لداخل، وديك الكويره لقينا فيها واحد السحر، والحمد لله راه فكينا عليك. تفاجأت، تصدمت. او شكون عطاني السلسله؟ عطاتها ليا ليلى صاحبتي. ليلى بغات دير ليا هادشي. وانا نتفكر نهار كانت كتقول لي بل قبل ما نتزوج غير بك انتي، بحال خشيتي موس في قلبي. صاحبتي اللي كنت كنقول راها في جنبي. وفعلا من نهار تزوجت قليل فاش كانت كتجي عندي وكنقول راه كتواسيني وهي كتشفى فيا. الله ياخذ فيها الحق، والله ياخذ الحق كل اللي كان سبب ان شي مسلم يبدا يعاني. المهم الحمد لله فضل الله تعالى هذاك السحر تفك، ورجعت لعند راجلي وبدينا كنديروا الرقيه، والحمد لله حياتي رجعت لحسن من كي كانت، ورجعت لراجلي. ودابا الحمد لله عندي معاه وليدات. وهذه هي قصتي. بغيت نقول لهذوك الناس اللي ما كيخافوش الله راه ديما صدر ربي كينصر الحق.